كل سنة وانتوا طيبين. عيد الأضحى جاي ومعاه اللحمة والفتة والكبدة واللمة الحلوة، بس للأسف العيد كمان بيجي معاه عادات غذائية غلط بتسبب مشاكل في الهضم وزيادة في الوزن وارتفاع في الضغط والسكر. في الفيديو ده هكشف لكم أهم 7 عادات غذائية بنغلط فيها في العيد، وهقول لكم ازاي نتجنبها من غير ما نحرم نفسنا من بهجة العيد. ركزوا معايا لأن العادات البسيطة دي ممكن تفرق معاك كتير في صحتك. ما تنسوش اللايك والفولو وكومنت جميل زيكم، ويلا بينا نبدأ. اكتر غلطة الناس بتعملها في العيد انهم بيفطروا متأخر او ما بيفطروش خالص اصلا، وبيقولوا هنفطر على اللحمة بعد الذبح على طول، بس ده بيخلي الجسم يدخل في حالة جوع شديد، ولما تيجي اللحمة بناكل بشراهة من غير وعي. الفطار مهم جدا علشان بيحافظ على مستوى السكر في الدم وبيقلل من نوبات الجوع اللي بتخلينا نفرط في الأكل. ابدأ يومك بفطار خفيف زي زبادي، ثمرة فاكهة أو شوفان أو حتى لبن، علشان تكون مستعد جسديا وذهنيا ليوم طويل من الاحتفال. طبعا اللحمة هي نجمة العيد، لكن لازم ناخد بالنا الإفراط في أكل اللحمة الحمراء خصوصا المقلية أو المسبكة بيزود الحمل على الكبد والكلى، وممكن يسبب عسر هضم وتلبك معوي. الكمية الموصى بها يوميا من اللحمة حوالي من 100 ل 150 جرام تقريبا. لو هتاكل لحمة خليك في المشوي أو المسلوق، ويفضل تشيل منها الدهون الزيادة. ما تنساش تضيف طبق سلطة كبير أو ألياف زي الخضار السوتيه، علشان دول بيساعدوا في الهضم وبيحميك من الإمساك اللي بيظهر عند ناس كتيرة في العيد. الكبدة الصبح واللحمة الظهر والحلو بعد الظهر، صح؟ مش هو ده اللي احنا ماشيين عليه في العيد؟ ده كتير جدا على الجسم. السكريات الزيادة والمكسرات المقلية بتزود سعرات حرارية بشكل كبير، وبتزود الوزن وارتفاع السكر عند مرضى السكر. جرب تاكل تمر أو تاخد قطعة صغيرة من الحلاوة، مش لازم كل يوم يعني. لو بتحب المكسرات اختارها نية من غير ملح أو تحميص. فكر في جسمك مش لازم في مزاجك، لأن العيد فرحة بس من غير وجع بطن ولا غازات ولا حتى انتفاخات. الملح مش بيكون في اللحمة بس، ده كمان في المخللات والصوصات والبهارات اللي بنزودها على اللحمة والكبدة والفتة كمان. الإفراط في الملح بيزود احتباس السوائل وبالتالي بيأثر على الضغط، خصوصا عند الناس اللي عندهم مشاكل في القلب والكلى. حاول تستبدل الملح بتوابل طبيعية زي الليمون والثوم والفلفل الأسود والزعتر، وقلل جدا من المخللات الجاهزة لأنها بتكون مليانة صوديوم وممكن تسبب تورم وإرهاق. خلي أكلك متوازن. العيد الناس بتسهر اكتر وبتشرب قهوة وشاي بكميات كبيرة خصوصا بعد اللحمة والحلويات، بس الكافيين الزيادة ممكن يسبب جفاف وبيأثر على امتصاص الحديد اللي موجود في اللحمة اللي انت لسه واكلها. كمان بيزود ضربات القلب ويسبب توتر او صداع عند بعض الناس. حاول تكتفي في فنجان او فنجان في اليوم، واشربهم بعد الاكل بساعتين على الاقل، مش على طول زي ما احنا بنعمل. ومتنساش تشرب مية كتير عشان تعوض اي جفاف ممكن يحصل. ما تاكلش بسرعة وخد وقتك في المضغ عشان الهضم يكون سليم، وبلاش تنام بعد الاكل مباشرة ومشي شوية او اتحرك علشان تحفز الهضم. وكتر من شرب المية بين الوجبات مش معاها. خليك واعي بكمية الاكل ووزعها على مدار اليوم بدل ما تجمعها كلها في وجبة واحدة. وحاول تبعد عن العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية لانها بتكون مليانة سكر وبتسبب نفخة. وخليك دايما فاكر ان العيد مش بس اكل، العيد فرحة ولمة وصحة. عيد الأضحى فرصة حلوة نعيد فيها على الناس ونفرح، بس كمان فرصة حلوة نعيد حسابنا مع جسمنا. لو اتجنبت العادات الغذائية الغلط اللي اتكلمنا عنها هتحافظ على صحتك وهتستمتع بالأكل من غير ما تندم بعد العيد. شارك الفيديو ده مع أي حد بتحبه وعايزه يعيش عيد صحي سعيد، واكتبلي في الكومنتات ايه أكتر عادة من دول كنت بتعملها. ومتنساش تحط لايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد من نايترومير. كل سنة وانتم طيبين.